انا ببقى مبسوط جدا لما بشوف او بسمع ان في تجربه شبابيه بتتعمل، وبفرح اكتر لما تبقى حلوه ولذيذه وخفيفه زي ما حصل في مسلسل 6 شهور كده. فيا مساء الفل عليكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم دلوقتي حالا عن مراجعه مسلسل 6 شهور. بس طبعا قبل ما نتكلم مع بعض عن اي تفاصيل تخص المسلسل، اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. يعتبر مسلسل 6 شهور هو تجربة شبابية خالصة، لأن المسلسل من بطولة نور النبوي اللي بيلعب دور مراد، ونور إيهاب اللي بتلعب دور لطيفة. بس طبعا مع الشباب دول لازم يكون في كوتش، لازم يكون في مايسترو هو اللي يوجههم، هو اللي يقود الأوركسترا، واللي كان عامل الدور ده هو الفنان مراد مكرم. وطبعا كان في تواجد لعدد كبير جدا من الشباب اللي أبدعوا وتميزوا، زي مثلا أمجد الحجار في دور حليم الانتهازي، وزي ميشيل ميلاد اللي لعب دور مروان مهندس الاي تي المهزوز، وكمان مروان فارس اللي كان بيلعب دور الصاحب السحوب على رأي ابني، ولا بقى مصطفى ليشع اللي بيلعب دور الاوفيس بوي الكارثي. لا وكمان معانا باسم موريس في دور العريس اللزقه. بصراحه كان في مجموعه كبيره قوي متميزه، وانا حاولت على قد ما اقدر اتكلم عن اللي علموا معانا في الكوميديا اكتر، ويا رب اكون ما نسيتش اي حد. ودول كده ابطال المسلسل. اما التاليف لعمرو ابو زيد واحمد هاشم، ومسلسل 6 شهور من اخراج مصطفى سولي في اول تجربه اخراجيه ليه، واللي بالمناسبه كان عامل حركه صايعه وذكيه قوي كده في التتر عشان يبروز بيها اسمه. عجبتني جدا يا مصطفى، برافو عليك. تعالوا بقى سريعا نتكلم عن قصه المسلسل. بتدور احداث المسلسل حوالين مراد، الشاب اليتيم اللي عايش هو ووالدته فقط. ومراد حالته كحال معظم شباب المجتمع، حالته مكعبله ومش مرتاح في شغله، لان مراد كان شغال كول سنتر بائس وكحيان، وبرضه كمعظم الشباب بيدور على الشغلانه المناسبه، لحد ما في يوم بيلاقي شغلانه مندوب مبيعات في شركه عقارات، مبيعات ريال استيت يعني، اللي هم كل شويه بيتصلوا بيك ويقولوا لك يا فندم معانا عرض مميز جدا ليك انت، بس فيلا بسعر خرافي وبسيط جدا 15 مليون جنيه فقط. عارفهم؟ اهو مراد بقى اشتغل الشغلانه دي، لكن مراد بيكون مطلوب منه انه يحقق التارجت خلال 6 شهور فقط، والا مش هيتثبت في الوظيفه، لان الشركه فيها مكان لموظف واحد فقط. فبيبتدي بقى مراد ولطيفه اللي هي بنوته كيوته من فئه اعلى وتعرف معارف اكتر، بيبتدوا هما الاثنين يتنافسوا على الشغلانه، واحنا بقى بنعيش مع مراد ولطيفه ال6 شهور دول. وانا مش هقدر اتكلم عن اي تفاصيل اكتر من كده عشان ما احرقلكش اي تفاصيل تخص المسلسل ده، في حاله ان انت لسه ما شفتوش يعني، اصل انا بصور الحلقه دي متاخر جدا. وتعالوا بقى على طول نخش على الايجابيات والسلبيات. اول ايجابيه معايا في العمل هي ان العمل كله شبابي. هتبص على الممثلين هتلاقيهم شباب، هتبص على المؤلفين هتلاقيهم شباب، هتبص على المخرج برضه هتلاقيه من الشباب. طب انا ليه بحب التجارب الشبابيه؟ لانها بتطلع لنا اجيال جديده، والاجيال الجديده دي بتطلع بوجهات نظر جديده ومختلفه، فالتجديد ده مطلوب وانا بحبه جدا. تاني ايجابيه معايا في المسلسل هي الكاستنج. تقريبا كده مفيش ممثل جوه المسلسل ده مس كاستنج، حتى ضيوف الشرف الكتير جدا اللي ظهروا كلهم ان قوي. فانا لازم اشيد بالكاستنج دايركتور احمد اسماعيل، برافو قوي يا احمد، انت كان اختياراتك كلها موفقه جدا. تالت ايجابيه معايا هي الاداء التمثيلي اللي كان في كتير من الاوقات سلس وطبيعي. يعني عندك مثلا نور النبوي اللي كان بيلعب شخصيه مراد، طالع بدور شاب ملتزم بالقيم والاخلاق، رغم الظروف بتضغطه ان هو يخرج بره القيم والاخلاق لكنه ملتزم بيها. والحقيقه نور النبوي عمل اللي مطلوب منه على اكمل وجه. بس خليني اقول لك ان الدور اصلا ما فيهوش مساحه ابداعيه كبيره. زمان كده واحنا صغيرين لما كنا بنعمل مسرحيات ساعات كنا بنهرب من دور البطل لانه بيكون دور فلات، ما فيهوش رياكشنات وانفعالات كتير، بالبلدي كده ما فيهوش المشهد اللي يجيب سوكسيه. ودور نور النبوي كان تقريبا كده، هو البطل وتقريبا العمل مرتكز عليه، لكن ما فيش مشهد درامي قوي يبروزه او يقدر يستعرض عضلاته علينا ويورينا امكانياته التمثيليه. لكن رغم كل ده هو اثبت حضور متميز، الكاركتر ما هربش منه وعمل المطلوب منه حلو جدا. وطبعا ساعده في كل ده التوليفه المتميزه اللي كانت حواليه. اما بقى الجميله نور ايهاب كان عندها فرص دراميه اكبر، عندها مشاهد دراميه متعدده، لكنها للاسف الشديد ما استغلتهاش صح، رغم انها كانت متميزه وحلوه جدا في الحشاشين. بس ده برضو ما خلاناش نقول عليها انها كانت وحشه، لا برضو كانت مقبوله وكانت كويسه. اما بقى مراد مكرم فهو كان رمانه الميزان اللي بتدي تقل للمسلسل. وعلى فكره دي مش وجهه نظري انا بس، لا المخرج كان شايف كده كمان. اصل كان كل ما الريتم او الايقاع يبتدي يهدي او الكوميديا تزيد ونقلب سوشيال ميديا، تلاقي مراد مكرم بقى موجود بحضور قوي جدا عشان يظبط الصوره ويظبط الايقاع ويظبط الكوميديا عموما. يعني نقدر نقول ان مراد مكرم هو اللي كان ماسك بوصله
المسلسل وعامل التوازن الصح. وعشان اكون امين معاكم التوازن ده كان مدروس ومتوزع حلو قوي طول المسلسل. كمان معانا امجد الحجار اللي انا كنت مبسوط منه جدا في مسلسل ديبو، وقلت ان هو تقريبا احسن حاجه في المسلسل. برضه بيثبت دلوقتي ان هو ممثل جامد جدا، عامل دور حلو قوي. عارف انت الشخص المتسلق المتملق اللي ممكن يعمل اي حاجه ويبيع اي حد عشان يوصل لغرضه وهدفه؟ اكيد انت عارف النوعيه دي من البشر وعدت عليك. امجد بقى عامل الدور ده حلو جدا، وحتى المشهد الدرامي بتاعه اللي كان موجود كان متميز قوي، وتقريبا من احسن المشاهد الدراميه جوه المسلسل. وكمان ميشيل ميلاد في دور مروان مهندس الاي تي. ميشيل هنا كان عامل دور حد عنده سوشيال انكزايتي او سوشيال فوبيا، بس المميز هنا ان ميشيل ذاكر تفاصيل الحاله دي كويس قوي. طريقه الكلام، التون بتاع الصوت، الخوف لما بيكلم حد هو يكون عايز يكلمه، التفاصيل دي مش تطلع كده وخلاص، لا دي تفاصيل طالعه من واحد مذاكر كويس قوي تفاصيل الحاله دي. اصل دي اعراض مرضيه معروفه للشخص المريض بالحاله دي. ميشيل بقى ذاكرها وجسدها حلو جدا، انا كان ممكن اصدق ان هو فعلا عنده الحاله دي. اما الممثل اللي معاه بعد كده هو مروان فارس اللي عامل دور روني. عارف انت الصاحب الجدع اللي ممكن يبيع كليته عشان خاطر صاحبه؟ انا عارف ان النوع ده بقى نادر جدا اليومين دول، بس يعني لو اعتبرناه موجود فمروان فارس عمله حلو جدا في شخصيه روني. وهو مش بس كان ممكن يبيع كليته عشان خاطر مراد صاحبه، لا عارفين المثل بتاع الدبه اللي قتلت صاحبها؟ وروني مش بس كان ممكن يبيع كليته عشان خاطر صاحبه، لا عارفين المثل بتاع الدبه اللي قتلت صاحبها؟ هو روني كان كده بالظبط. واللي فيكم ما يعرفش الدبه اللي قتلت صاحبها، كان في مره دبه بتحب صاحبها جدا وبتدافع عنه بشراسه واستماته، وفي مره صاحبنا ده كان نايم تحت الشجره وكان في دبانه بتضايقه، فالدبه قامت شايله حجر كبير ورميها على الدبانه اللي واقفه على دماغ صاحبها، والبقاء لله في الدبانه وفي صاحبها. اهو بقى روني او مروان كان عامل الدور ده حلو جدا. وكل ده كوم، ومصطفى ليشع في دور سعد الاوفيس بوي الكارثي ده كوم تاني. تحس ان هو بني ادم عايش في عالم موازي، الشركه مولعه والدنيا هايصه وده داخل يقول لك مين اللي خد اللبن من الثلاجه. افهاته طالعه سلسه وجميله زي ما احنا متعودين عليها على السوشيال ميديا، ولا بيحزق ولا بيجز عشان يطلع الافيه، حقيقي راسي وعاقل جدا، عجبني قوي. وبيتهيألي مفيش احلى من كده كبدايه وكظهور اول على الشاشه. دي المواهب اللي تستحق تظهر بجد. فيا ريت فعلا لو هنختار ناس من السوشيال ميديا تمثل معانا في الاعمال الدراميه يكونوا على نفس مستوى مصطفى ليشع، ما نجيبش حد اقل عشان مجرد ان هو ليه جمهور ومتابعين. واخر واحد هتكلم عليه معاكم هو باسم موريس اللي كان بيلعب دور شخصيه العريس اللزقه. يا نهار اسود يا باسم على اللي انت عملته فيا، انا كنت ميت حرفيا من الضحك على المشهدين 3 بتوعه. راجل مغترب جاي من الكويت نازل يكيش ويشتري عروسه ويمشي. عايز اقول لكم ان هو عامل الدور حلو جدا، لان انا شفت شخصيات كده، انا فعلا شفت شخصيات جايه من بره عشان ترتبط وتمشي، ما يختلفوش كتير عن اللي باسم عمله. لا ده يمكن باسم كمان قدم الموضوع بطريقه هاديه وبسيطه، فبرافو قوي باسم موريس، عمال برضه ياخد خطوات حلوه وثابته وانا معجب بيها جدا. اتمنى ان هو يكمل مع نجوم الشباب اللي احنا اتكلمنا عليهم كلهم دول. طب ايه يا عم مايكل، معقول المسلسل جامد قوي كده وما فيهوش اي سلبيه؟ لا طبعا يا معلم في سلبيات، يلا بينا على طول دلوقتي حالا نتكلم عن سلبيات المسلسل. اول سلبيه معايا في المسلسل هو ان المسلسل كان 10 حلقات، انا من وجهه نظري ان هو كان 8 حلقات حلو قوي عليه. ممكن بقى يكون هم خلوه 10 حلقات لاغراض تسويقيه انا ما اعرفش عنها حاجه، بس من الطبيعي والمنطقي ان جوده العمل تكون فوق كل شيء. يعني لو هو يستاهل 8 حلقات بس كنا نخليه 8 حلقات بس. تاني سلبيه معايا هي ان مراد الملتزم بالقيم والاخلاق اضطر يتنازل عن القيم والاخلاق دي عشان يحل مشكله مراد مكرم مديره اللي هو مستر كمال. على فكره انا ما عنديش اي مشكله ان هو يحل الموضوع بالطريقه اللي حصلت في المسلسل، بس ازمتي ان احنا بنصدر دايما ان مراد راجل ملتزم بالقيم والاخلاق، فما كانتش لطيفه ان احنا نعمل ازدواجيه في المعايير، شويه متمسكين بالقيم والاخلاق وشويه بنتنازل عنها لما نكون عايزين نحل مشكله ما. الازدواجيه دي مش حلوه ان احنا نصدرها للاجيال الصغيره اللي طالعه. اخر سلبيه معايا هي ان المسلسل كان باين قوي ان هو لو بادجت، اماكن التصوير محدوده ومش متنوعه. كنت احب ان احنا ننتهج نفس المنهج اللي احنا ماشيين عليه بقالنا فتره، هم بيبيعوا شاليهات في العين السخنه فنروح نتفرج على العين السخنه ونتفرج على مصر والبحر والحلاوه اللي هناك دي. المشاهد دي بتكون حلوه لينا احنا كمتفرجين وحلوه كمان لترويج السياحه بره. اصل المسلسل ده اكيد ما اتذاعش في مصر بس، اتذاع بره وجوه وموجود على منصه واتش. اخر سلبيه معايا هي ان في بعض الممثلين كان ادائهم التمثيلي مش حلو قوي. هو ما كانش وحش فمش هقدر اقوله في سلبيه صريحه، بس هو ما كانش متميز، ما كانش قوي. على سبيل المثال مثلا المشاهد الدراميه بتاعت نور ايهاب، هي لو كانت اشتغلت عليها اكتر من كده كانت خلت المسلسل والمشاهد دي في حته تانية خالص. بس في الحقيقه كل اللي انا قلته ده وكل السلبيات دي ما قللتش خالص من حلاوه المسلسل، بالعكس المسلسل حلو جدا، ولو انت لسه ما شفتوش روح اتفرج عليه هتستمتع بيه قوي. وتقييمي النهائي للمسلسل 6 شهور هو 7 من 10. وبس كده، ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. لو انت شفت المسلسل قول لي رايك تحت في الكومنتات، وهل انت متفق مع اللي انا قلته ولا لا، وخلينا نتناقش مع بعض في اللي حصل في المسلسل. والاهم بقى اوعى تنسى تعمل لايك وشير وتشترك في القناه عشان يوصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر لان انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. خلاص قربنا نوصل على 7000 مشترك، شد حيلكم معايا عشان نوصل كمان ل 10000. شكرا ليكم واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير.